ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احلى متابعين يوميات فيديو زياد. قبل ما ابدا مع حضراتكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واهم حاجه يا حبايب قلبي اللايك عشان ترفعوا الفيديو ويوصل لاكبر عدد من الناس. تعالوا بقى كده نعمل مع بعض كده حاجه عظمه النهارده كده وجميله جدا جدا. هنعمل مع بعض القرنبيط زي ما حضراتكم شايفينه كده، جميل جدا جدا وشكله ولون وطعم وكل حاجه. وان شاء الله الطريقه تعجبكم، انا واثقه من كده ان هي تعجبكم. لو جربتوها ان شاء الله باذن الله تعجبكم. معانا كده قرنبيطه يا حبايب قلبي زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا منقين القرنبيطه بتاعتنا بيضه ما فيهاش اي حته سمراء. هنبدا كده اول حاجه هنقطع الراس بتاعتها بالراحه كده بالسكينه عشان ما تخشش في قلب القرنبيطه من جوه. وهنبدا بقى نشيل العروق بتاعه القرنبيطه دي كده. تبداي بقى يا حبايبي تقطعوها كده بنفس الطريقه ديت زي ما انتوا شايفين. شايفين القرنبيط بتاعنا شكله جميل جدا ازاي. هنقطع بقى القرنبيطه كلها مع حضراتكم كده. هنعمله مع بعض خطوه بخطوه وهتتبهر ان شاء الله بالنتيجه. باذن الله الفيديو هيعجب حضراتكم. واهم حاجه يا حبايب قلبي اللايك بتاعكم عشان يرفع الفيديو. كده قطعنا الكميه كلها اهوت. هي دي بس اللي فاضله كده اعملها مع حضراتكم. طريقه سهله جدا جدا. هنركنه بقى كده على جنب وهنحط المية بتاعتنا عشان نسلقه. هنا كده مية على النار فيها هننزل بيها بمعلقة ملح ومعلقة صغيرة كمون. ومجرد بقى ما المية تغلي هننزل كده بالقرنبيط بتاعنا. لو حسيت ان الحلة بتاعتك مش هتاخده هننزل بنص الكمية نسلقها، وبعد كده هنسلق بقيته النص التاني عشان لازم القرنبيط كده المية تبقى مغطياه. وهتفضلي بقى تقلبي فيه وهنسلقه 3/4 سوا يا حبايبي. مش هنسويه سوا كامل، 3/4 سليق بس. عشان ايه؟ ما تيجي تقليه في الزيت طبعا ايه هيكمل السوا اللي فاضل. بصوا بقى شكل القرنبيط بتاعنا بعد ما الميه غليت بيه كده. شايفين لونه ابيض وجميل ازاي لان القرنبيطه بتاعتنا صبحه وحلوه. بصوا بقى كده بمجرد ما تلاقيها استوت 3/4 زي ما قلت لحضراتكم هنشيلها بقى في مصفى كده تصفي خالص. لازم تصفي وتبرد علشان حضرتك تعرفي تقليه. انا هشيل دول معاكم كده وهسلق نص الكميه التانية وهرجع لحضراتكم. هنبدا بقى مع بعض بالخلطه كده. معانا دوت شويه شبت على بقدونس على كزبره، ومعانا شطه حراقه، ومعانا توم، ومعانا بيض، ومعانا فلفل، ومعانا بابريكا، ومعانا ملح، معانا كزبره، معانا كمون. الكمون والملح معلقه كبيره، انما الفلفل والكزبره والبابريكا معلقه صغيره. والشطه دي يا حبايبي حراقه، اللي حابب بقى يحط شطه تاني يحط. وده كده الكربونات. ومعانا نص كيلو دقيق. يبقى معانا كده شبت وبقدونس وكزبره، ومعانا شطه، ومعانا توم، ومعانا بيض، ونص كيلو دقيق، وكربوناته، وملح الفلفل وكمون وكزبره وبابريكا. ننزل كده بالخضره، لازم حضرتك تبقى مخرطاها ناعمه جدا. وهندق التوم على الشطه اللي حضراتكم شفتها ديت. انا هستكفي بالشطه الخضراء دي يا حبايبي عشان هي حراقه جدا. اللي بقى ما عندوش شطه حراقه زي ديت يقدر يحط شطه حمراء. وهننزل بقى كده احنا نزلنا بالخضره على التوم والشطه اللي دقناه ونعمناه جدا. هننزل بقى عليها بالتوابل بتاعتنا كلها. وهنقلب الخضره كده على التوم على التوابل. وهننزل بيهم بالبيض يا حبايبي واحده واحده كده مع حضراتكم.
انتوا عارفين بقى ان هو ده كده موسم القرنبيط اليومين دولت مالي السوق بصراحة. احنا هنحط النص كيلو دقيق كله. طبعا الدقيق ده حضرتك لازم تبقي نخلاه الاول قبل ما تحطيه. احنا كده كبينا الدقيق كله، وبالمضرب بقى بايدك باي حاجة، وهنقلب كده الخضرة على الثوم على الدقيق. بعد كده بقى يا حبايبي هننزل بالبيض. نكسر البيض بقى كده واحدة واحدة. طبعا لازم تكسريه في طبق كده عشان ايه ميبقاش في اي بيض. عارفين احنا كده كده اساسا في الشتاء البيض بس مبيجرالوش حاجة، بس طبعا ايه للامان كده نزلنا بكمية البيض كلها. دول 9 بيضات يا حبايبي. هنقلب بقى كده كله مع بعضه، ولو حسيتي ان هو محتاج مية معاكي احنا نزلنا عليه على العجينة ديت بكوباية مية كبيرة. معانا كده كوباية مية كبيرة اهوت. احنا هننزل بكوباية المية بس هننزل بنصها الاول، وبعد كده هننزل بالنص التاني. ده كده بقى شكل العجينة بتاعتنا يا حبايبي اهوت. شايفين بقى زي عجينة الكيكة بالظبط نفس السمك. واخر حاجة بقى معانا الكربونات. الكربونات دوت حضرتك ما بتحطيهوش الا لما بتيجي تقلي، عشان لو سبتيه في العجينة بيدي مرارة. دي معلومة يا حبايب قلبي. احنا نزلنا بمعلقة صغيرة كربوناتو قبل ما تقلي على طول. يعني تقدري حضرتك تعملي العجينة وتركنيها وما تحطيش الكربوناتو الا اثناء ما هتيجي تقلي، عشان لو حطيتي الكربوناتو هتحسي بمرارة. كده بقى شكل القرنبيط بتاعنا اهو بعد ما صفناه. هننزل بقى مش هننزل بالقرنبيط كله في العجينة، احنا هننزل بشوية شوية. هننزل بشوية كده يا حبايب قلبي نقليهم، وبعد كده هنرجع ننزل بشوية كمان. شايفين بقى لون العجينة بتاعتنا جميل ازاي؟ اللون اللي العجينة واخداه الجميل ده من معلقة الكركم الصغيرة اللي احنا نزلنا بيها. ولو حضرتك مش حابة تقدري تستغني عنها مفيش مشاكل. معانا كده بقى معلقة وسط صغيرة كده، وهنشيل حتة القرنبيطة بالمعلقة وننزل بيها في الزيت. الزيت بتاعك يبقى قادح بس مش قادح قوي، زي ما تكوني بتقلي الطعمية كده. لو نزلتي بيه وهو قادح قوي بتفتفت منك كده في الزيت. لازم الزيت يبقى قادح نص قدحان كده. وهنوطي بقى عليه، وبعد كده بقى تنزلي بالكمية كده تملي الطاسة بتاعتك، وبعد كده بقى ايه تعلي النور. شايفين يا حبايبي انا بنزل كده بحتة القرنبيطة واخدة معاها عجين زي ما حضراتكم شايفين. احنا بناخد المعلقة بالحتة بالعجين اللي فيها وبننزله عليها. بتمنى الطريقة بتاعتي تعجب حضراتكم، ولو عجبتكم الطريقة بقى ما تنسونيش في التعليق الجميل اللي بيحفزني كده ان انا اكمل معاكم. بس هو بمجرد ما الزيت بيقدح بصوا هي بتقلب نفسها. شايفين بقى الشكل حاجة كده جامدة جدا جدا روعة بمعنى كلمة روعة. شايفين يا حبايبي كده بقى اول حاجة انا معاكم اهو. انا بقى عشان ما اطولش على حضراتكم انا هقلي الكمية كلها وارجع لحضراتكم اوريكم بقى وصلنا لحد فين. كده بقى بعد ما قلينا الكمية كلها شايفين العظمة. يا رب الفيديو يعجب حضراتكم. شايفين يا حبايبي بصوا كده اللي يشوفه كده وهو محطوط ما يقولش قرنبيط، هيقول فراخ كنتاكي ومحطوطة في الطبق. يا رب الفيديو يعجب حضراتكم. لو عجبكم ما تبخلوش عليا باللايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم